وما قبل مباراة نصف نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك، أو الزمالك باعتباره بطل الكاس يعني، وبيراميدز باعتباره صاحب الدعوة اللي هي بتاعت الكابتن الذهبي. الزمالك بكرة عنده ماتش صعب قوي قدام فريق رخم قوي وهو بيراميدز، أقل فريق فقد نقاط في الدوري لحد الآن، رغم إنه لعب ماتشات برضه أقل من كل الفرق اللي موجودة في الدوري. بطل أفريقيا، بطل السوبر الأفريقي، صعد نصف نهائي الانتركونتيننتال. يعني فريق رخم قوي، فريق في حاجة مميزة لاحظتها فيه من بعض الماتشات اللي أنا اتفرجت فيها على بيراميدز، هو إنه بيلعب بأربعة في نص الملعب بيكونوا رخمين قوي 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 قوي. طبعا من ضمنهم مهند لاشين، وقدامه طبعا بدايه الكبير والتابتي ومعاه قطه، بيكون عامل كثافه عدديه في وسط الملعب. فانت عشان تلاعب الكثافه العدديه في وسط الملعب دي لازم تلعب كور طويله. فدي مع الزمالك بتبقى مشكله، ده الزمالك ما عندوش فكره الكور الطويله دي اصلا، مش في هويته ومش في اللعيبه بتاعته. فالحل ايه بقى من وجهه نظري؟ وانا والله بقول وجهه نظر عامه، هو ان احنا نلعب بجناح والتاني يرجع نص الملعب. هيلعب بجناح واحد مع المهاجم والتاني يرجع نص الملعب، ده حل كويس جدا. او انا بقى تركن اتوبيسك يا معلم وتلعب على المرتدات، وربنا يستر بقى، ما اعرفش ازاي تلعب مرتدات، بس الفكره ان الكوره الطويله اصلا مع الزمالك ما بتبقاش يعني مفضله قوي، لا عند الجمهور ولا عند المدربين اللي كانوا بيدربونا، ولا حتى هويه اللعيبه او السيكولوجي بتاع اللعيب بيكون في الحته بتاعت الكوره الطويله والقصه دي كلها. طب التشكيل المتوقع، وهنقول توقعنا لماتش بكره ان شاء الله. يعني التشكيل المتوقع لمباراه الزمالك وبالاخص نادي الزمالك ضد بيراميدز بكره، هيلعب بالمهدي سليمان. هتقول لي ليه مش عواد؟ اقول لك عواد ما لعبش بقاله كتير قوي 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 قوي، عكس المهدي ان على الاقل نزل ولو حتى نص ساعه او حاجه في الماتش بتاع طلائع الجيش. صبحي مش عارف الصراحه، هل هو مصاب، هل هو عنده مشكله مع حد، لكن خلينا نشوف بكره الدنيا ماشيه ازاي. يعني بنتايج وعمر جابر على الباكين، قدامهم محمد اسماعيل، وانا مقلق من محمد اسماعيل هيلعب جنبه مين لحد دلوقتي. ليه؟ لان انت في اتنين، الونش وحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد المفروض ان هو طلع بسبب بعض الاخطاء الدفاعيه والاخطاء في التمرير اللي كان بيعملها في ماتش طلائع الجيش، فقام مطلع احمد ابو رؤوف ونزل مكانه الونش، ظبطت منطقه الدفاع شويه. هل بكره هيلعب بقى باسماعيل والونش ولا باسماعيل وحسام؟ انا ما اعرفش، بس انا اتمنى يبقى اسماعيل والونش، ولازم اتمنى يعني ان محمد اسماعيل هو اللي يمسك فيستون مايلي مراقبه لصيقه. يعني اتمنى ان هو يمسكه يكون مراقبه لصيقه، لان فيستون مايلي طبعا مهاجم سفاح، مهاجم جبار، يعني رخم قوي 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 في الالتحامات وكده. محمد اسماعيل اعتقد هيبقى اهدى شويه وهيبقى مركز معاه اكتر من الونش. هيبقى ده عندك طبعا كده الاربعه اللي ورا قدام قدامك على خط السته، معاك طبعا مين؟ احمد ربيع. واحمد ربيع اعتقد ان هو هيكون مان تو مان مع وليد الكابتن، هيكون ماسك وليد الكابتن. رقم 8 طبعا هيكون عبد الله السعيد، وقدامه الرقم 10 ناصر ماهر. وانا كنت ذكرت كده في النص ان احنا نلعب بجناح والتاني يرجع، فجناح والتاني يرجع دي معضله شويه. ليه بقى؟ لان انت كده كده هتلعب بعدي الدباغ مهاجم، صح؟ مهاجم. ما تقوليش بقى عمرو بن ناصر ولا مش عارف مين، هو عدي الدباغ مهاجم صريح. الدباغ على فكره بيعرف يخلق لنفسه فرص، بيضيع انفرادات والكلام ده كله، بس يعني هو بيحاول. وعدي الدباغ على فكره لو ركز على اللمسه الاخيره بتاعته هيجيب كميه اجوان، يعني هترجع لنا كده الاذهان الناس باسم مرسي في 2015. تمام. طب عندك شيكو بنزا هيبقى على الناحيه الشمال. هتقول لي طب ما شيكو بنزا وبيفقد الكوره وبتاع، اقول لك خلاص احنا ممكن نعمل حاجه حلوه، ممكن نودي شيكو بنزا على الناحيه اليمين، على الناحيه اليمين مع عمر جابر، تمام، ويبقى الناحيه الثانيه فتوح وبنتايج، اللي هي القصه بتاعت ايه؟ انا بقى هلعب على ان فتوح ممكن يرجع يغطي في نص الملعب زي ما كنا بنتكلم من شويه، وشيكو بنزا يبقى هو اللي رايح جاي على
الخط ممكن يعمل عمليه تثبت معاه كده. هيبقى عندك اللي المفروض ينزل طبعا شحاته، عبد الحميد معالي ممكن تنزله مكان شيكو بنزا، بس عبد الحميد معالي ما ينفعش يبدا لان عبد الحميد معالي هو يعني لسه صغنن كده، فمش هو ده اللي هيمشي في الماتشات الكبيره. اللعيب المهم وتواجده بكره في الماتش لازم يبدا الماتش من اوله هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في الماتشات اللي زي بيراميدز الحاجات دي بيبقى واضح ان له شخصيه وله دور، ويبقى شخصيته قويه في الماتشات دي. طبعا احمد شريف، ممكن احمد شريف ينزل، وممكن اصلا يبدا باحمد شريف مكان شيكو بنزا، يحط فتوح مع بنتايج، نفس اللي عمله طبعا في الجبهه دي في ماتش طلائع الجيش، ده منها هدفين الجبهه بتاعت فتوح وبنتايج دي، وده اللي ناس كتير قوي كانت بتنادي بيه من زمان يعني. توقعاتي للماتش بكره والله ما عارف يعني. هو بالنسبه لي نسبه 1% الزمالك هيكسب، نسبه 1% الزمالك هيكسب، بنسبه 99% بيراميدز هيكسب. ليه؟ بسبب حاجات كتير جدا، من اهمها استقرار بيراميدز فنيا، المدرب معاهم بقاله 3 سنين، استقرار نفسي ان اللعيبه مش بتفكر في مستحقات، فبالتالي وجود استقرار مادي واستقرار اداري. احنا ما شاء الله علينا الاستقرار الاداري ماشي، عندنا مجلس اداره موجود بقاله اكتر من سنتين، داخل في السنه الثالثه او مش عارف الرابعه، مش متذكر بالظبط يعني. والاستقرار النفسي مفيش استقرار مادي، فبالتالي اللعيبه بتفكر في الماديات. لكن النهارده طلع خبر ان كابتن مش عارف كان اللي هو بتاع ما قلته ده، والله العظيم نسيت اسمه. المهم يعني واحد من اعضاء مجلس الاداره النهارده اقرض نفس الفكره اللي احنا اتكلمنا فيها من فتره، بس ده مش وقت ان احنا نقعد نتكلم بقى في الاداره دلوقتي، احنا بنتكلم في نادي الزمالك بكره، واحنا كلنا تركيزنا على ماتش السوبر بكره ان شاء الله. اقرض نادي الزمالك 15 مليون جنيه عشان يحطوا اللعيبه في حسابهم ويسد غرامات جوميز وقصه كده ايه من اللي عندنا يعني. انت عارف الزمالك حواراته كتير يعني، الزمالك ده حواراته ما بتخلصش. ف حاجه مهمه ثانيه على فكره ان الزمالك بالنسبه لقيمته التسويقيه بيراميدز 22.5 تقريبا مليون، وبالنسبه للزمالك فهو 15 مليون، فاللي هو فاهم انت ازاي فرق شاسع اصلا ما بين الفريقين في القيمه التسويقيه. ولكن انا كنت اتمنى وجود دونجا بكره، لكن الحمد لله على كل حال دونجا مش هيقدر يلعب بكره بسبب العقوبه طبعا اللي هو اخدها. وهو بالمناسبه يستحق العقوبه دي عادي، احنا مش هنتكلم في ان العقوبه دي مستحقه او مش مستحقه، هو بالفعل يستحق العقوبه. واتوقع ان الزمالك بكره هيكسب ضربات جزاء. انا مش مؤمن بده، في بين ايمان ان انا مؤمن الزمالك هيكسب اصلا، دي مستحيله في ظل الاوضاع الحاليه. لكن بالنسبه للتوقع اللي انا حاسه ان الزمالك هيكسب بكره ضربات جزاء، ممكن 1-1 ضربات جزاء، 0-0 ضربات جزاء، 2-2 ضربات جزاء، ممكن الزمالك يكسب بكره ضربات جزاء. اتمنى الزمالك يكسب طبعا سواء ضربات جزاء او من ضربات جزاء، لكن انا عندي احساس صغنن كده بنسبه 1% اللي انا قلتها ان الزمالك هيكسب ضربات جزاء. الاحساس الاكبر اللي طاغي على احساس ضربات الجزاء، توقع ضربات الجزاء ده احنا بكره هناخد على عيننا، هننزل نتلب 5-6-0 ونتوكل على الله. لكن انا اتمنى ان اللعيبه بكره، بس اتمنى بعد اذنكم تسترجلوا بكره. الناس اللي في الخليج كلها دلوقتي بتجهز نفسها عشان تروح الماتش، تمام؟ فبعد اذنكم لو سمحتوا اذا تكرمتم استرجلوا بكره، اكسبوا بكره، اكسبوا بكره والباقي سهل. وسيب النهائي بقى وسيب الفاينل ده، لما يجي وقت الفاينل نبقى نتكلم ونعيد ونزيد. اديني امل انك على الاقل اقدر اقول الزمالك في الفاينل نسبه الفوز 50-50، سهله اهي. اديني الامل ان انا اقول ان انت في الفاينل هتبقى نسبه فوزك 50-50 بعد اذنك. يا ريت نكسب بكره، ما ان انا قلبي مش حاسس بان احنا هنكسب بقى بنسبه كبيره، لكن سيبها على الله. ان شاء الله بكره نطلع بعد الماتش ان شاء الله باذن الله واحنا مبسوطين وكسبانين وفرحانين. ربنا يكرم ان شاء الله. السلام عليكم.